السلام عليكم ومرحبا بكم مع اختكم ام فله. جبت لكم كاطو هذه الخطره ضربه في البنه، وإلا جربتوه خطره واحده برك ماكش حاجه تستغنى عليه في مناسباتك. يجي طري من الداخل ومعسل كما شفتوه وكروستيون من برا، ويقطع كميه كبيره بمقادير جد بسيطه. جربيها هذا العيد وماكش حتندمي. ابقاو معايا نعطيكم الاسرار والخطوات اللي لازم ديروهم باش تحصلوا على هذه النتيجه. عندي هنا نص كاس تاع سمن ذايب، نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع مقسومه ما بين حليب ومزهر، رشه تاع الملح مليحه، مغرف تاع سكر غلاس، مغرف وحده برك بس كان حين نعسلو هذيك العجينه هذيك الحلوه تاعنا. خلطي شويه هكا بفوي ومن بعد نبدا نضيف الفرينه تاعي. من الافضل ديروا فرينه تكون مليحه باش تعطيكم نتيجه شابه. نخلط هنايا ونزيد الفرينه شويه بشويه حتى نتحصلوا العجينه تكون شاده روحها، ما تكونش طريه حتى ما تحكميش فيها، وما تكونش يابسه باه ما تجيكش الكاطو تاعك باه ما يعذبكش في النقش كي تجي حتنقشيه. لازم تكون عندك عجينه طريه كي تفورمي لابول تاعك، ما تصيبيهاش مشقه كي دي اون بول هكا ما تكونش مشقه. وخلوها تريح هذه العجينه واحد 10 دقائق ولا حتى ربع ساعه، تريح على جهه ومن بعد نمروا مع بعض نخدموها. هنايا كما راكم تشوفوا فيا ما لازمش تعجنوها ولا تلخروا بالكف تاع يدكم، بصبعتي برك، غير بصبعتك هكاك شغل كي تقبشي في لابا تاعك. تدخلي الفرينه وكما قلت لكم دوك نوريكم قوام اللي تحصلوا عليه. هنايا كنت نشوف العجينه تاعي راه خصها شويه برك تاع فرينه، نزيد لها رشه عسوم رواحكم نتوما تفوتوا لها الفرينه وتيبسوها باسكو تعذبك من بعد كي تجي راح تنقشي. زدت انا كيما شفتوا رشه برك تاع فرينه راني ندخل غير بصبعتيا، ما تعجنوهاش بالكف تاع يديكم. نخليها تريح ونمروا مع بعض للحشو اللي درتو الداخل. الحشو يجيك معسل وبالكاوكاو كيما رانا عارفين اللوز راه غالي سنا، اللي يقدر عليه ربي يبارك له، واللي ما يقدرش عليه يدير بالكاوكاو ويدير اروع حلوه كيما قلت لكم معسله ماكمش راح نزيدو نستغناو عليها. نخلي لابا تاعي على جهه ونمروا مع بعض للحشو. نجيب هنايا الكاس اللي عبرت به العجينه تاعي. هنا عمرتوه نتوما الا درتو الكيله كيما ديروا الكيله الاولى ديروا زوجه، ديروا نص كاس. انا هنا قويت العفاقس باسكو درت نوع ثاني تاع حلويات، من بعد نزيد نحط لكم في سلسله حلويات العيد. هنايا درت 4 كيلات، ديروا 4 كيلات تاع كاوكاو. هنايا مرحي كي راكم تشوفوا فيه مرحي شباب بزاف. راني دايرت لكم فيديو كيف ديروا ترحوا ورشه مجانيه كيف ترحي كاوكاو تاعك وتحمصيه وتحصلي على 3 درجات تاع كاوكاو، الرقيق تاع لي فارس، المتوسط تاع ترمه تاع شارك، والخشين تاع مشوك وديري في الحلويات اللي بغيتي. هنا نرجعوا للوصفه تاعنا للحشو. درت 4 كيلو تاع كاوكاو مطحون رقيق، درت كيلو تاع سكر، زيت دو سيترون، مغرف لافاني، وديروا مغرف تاع اكل تاع مارغارين، ودخلي ديك المارغارين كامل تاعك بسيها في هذاك الحشو تاعك. كي تشوفيها ترملت وهذيك المارغارين كامل دخلت في بعضها في هذاك الكاوكاو والسكر. هنايا نبداو نضيفوا المزهر ونعجنوا. عجني وما تخافيش. كاين اللي تقول لك انا كي نعجن الكاوكاو قادر تخرج لي الزيت تاعو، ما راح يخرج لك لا الزيت تاعو لا حتى حاجه، تجيك واحد لافارس معسله وكيما شفتوا النتيجه تاعها في الاول. ما تخافياش وما تيبسلكش بتاتا. جربي هذه الوصفه وماكش راح تزيدي تخلي عليها. نضيف هنايا المزهر شويه بشويه وراني نعجن او ميم طون. هنايا عجني مليح ماشي كيما العجينه لازم لنا غير بصبعتينا برك، باسكو هكا كي حتذوبي داك السكر تاعك. وهذه لافارس لازم تخلوها تبات الا كي بغيتي تحصلي على نتيجه شابه وتجي فيها هذاك الحشو يجيك معسل وما ما ينحرقلكش وما يجيكش يابس الداخل. خليها في الثلاجه، في الثلاجه دو بريفيرونس. كيما دروك رانا في البرد تقدري تخليها تبات برا، بس ديريها في الثلاجه في كيس بلاستيكي وخليها تبات هكا. داك السكر تضمنيه باللي ذاب لك كامل. وهنايا كاين اللي تقول لك لا فارس تجيني يابسه حجره الداخل كي نطيب الكاطو تاعي والكاطو يجي طري. هنا باينه بلي راكي تزيدي اختي السكر، كميه السكر ما لازمش تكون قويه في لا فارس. هنا شتوني انا درت 4 كيلات تاع كاوكاو بكيله وحده برك تاع سكر. كاين اللي دير 3 كيلات كاوكاو بكيله تاع سكر. هكا كي تكون النار غير شويه زياده داك السكر راح يذوب ويتحجر لها الداخل في الكوشه. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه تاع لا فارس. شوفوا كيف تجي طريه طريه شويه بزياده بس كان الحين نخلوها تبات. وكما نعرفوا كاملين الكاوكاو يتشرب السوائل. هكا غدوه من ذاك تصيبيها القوام تاعها هايل. والحشو تاع هذه الحلوى المعسله كما شفتوه يجي
تحس بيه اختصتيه في الحسيله. هنا نجي لاباط تاعي، انا درت الحبه 40 غرام والحشو 20 غرام. جاتني الحبه ما شاء الله عليها كبيره. الا بغيتي الحبه تجيك موين تقدري ديري 35 غرام تاع عجينه وديري 15 غرام تاع لافارس، منها تعطيك حبات كثر ومنها الحبه تجيك متحوفه. هنايا انا قطعت لي 17 حبه كما راكم تشوفوا. اللي تبغي تضاعف المقادير، تبغي ديري كميه كبيره ديري كميه كبيره. هذه الحلوه تقطع كميه ما شاء الله عليها، قادر غير ب 500 غرام تخرج لك 100 حبه تاع هذا الكاطو. درت انايا وزنت الحشو تاعي وزنت العجينه هكا بالخدمه تجيكم سهله. ونبداو نشكلوا في الحبات تاعنا. هنايا نعطيك زوج طرق، هنا تقدري بالحلال وتقدري غير بيدك. هنا جبت الحلال استعنت به، ما تحلوهاش رقيقه بزاف. هذا الكاطو ما لازمش تحلوه رقيق بزاف، كي شغله كي حتى تفورمي العرايش. كيما نديرو نفورمو العرايش ديري هذا التي في الوسط، وفي الوسط هذاك سي ديري كيما شفتيني الحشو ديريه فوق خوه شويه باه الداخل في الوسط تجيك كميه مليحه تاع لافارس. وبداي تبلعي مليح مليح، سودي هذيك بلاصه مليح وعاودي طبقيها غير فما وسقمي هكا بصبعتك باه ما يخرجلكش الحشو وباه ما يتلاقاش الحشو مع السنيوه نيشان وتحرقوا لك الكوشه وتجيك الحشو تاعك يابس. هنا نحبسوه، ما نديروش لا فورم هذيك تاع الاس تاع العرايش كيما نبغوا نديرو عرايش. ديريه مثلث ويجيك في الوسط هكا بومبي باكي تنقشي تجيك النقشه تاعك شابه. هنا هي لابول الزوجه للمبتدئات. هكا قلت لكم تقدري ما من حلال وتستغني عليه. جيبي غير بيدك هكا بسطيها ما ترقيهاش بزاف، وجيبي الحشو تاعك ديري لا فورم تاع التي. وكما قلت لكم الحشو سيو ديروا هذا فوق هذا في الوسط باه تجيكم في الوسط الكميه مليحه تاع لافارس. نبلع مليح الحبه تاعي والضغطوا مليح مليح. لازم الحشو كاع ما يبانش هنا بسكيلا كما قلت لكم كان الحشو اون كونتاكت مع السنيوه راح ينحرق لكم والحبه الداخل تجيكم يابسه، الحشو تاعكم يلبس لكم. نكمل الكميه تاعي انا كامل هكا الحبات. انا غير بغيت نوريكم هذو الحبات ومن بعد نكمل الاخرين باه ما نطولش عليكم لا فيديو. ومن بعد نجيبوا النقاش. هنايا قبل ما تنقشوا كي تفاصونوا كامل حباتكم بالك وتخلوهم للهواء، بس كل ما تنشف الحبه كل ما راح تعذبك من بعد في النقش كي تجي تنقشي. جيبي دو بريفيرونس اون كوبات هكا باه ما تخسريش لا فورم تاع الحبه تاعك وقرصيها ذي حذا ذي. كل ما تكون القرصه حذا اختها كل ما تجيكم الحبه الشكل تاعها شباب. فوتي كاع لو تور هكا ومن بعد بديتي تطلعي كيما كي تشوفي كل خط درتيه زيدي طلعي معاه شويه وبعد دوري وزيدي طلعي شويه ودوري وزيدي طلعي شويه هكا باه تجيك متحوفه وتجيك الخطوطه تاعك متلاقيين في الوسط. ما تجيش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. جربي تبعي هذه الخطوات، لازم تبعي هذه الخطوات تاع النقش وكي حتحصلي على نتيجه ما شاء الله. وهذا الكاطو قبل ما تدخلوه للكوشه دو بريفيرونس تخلوه حتى ساعه ولا ساعتين في السنيوه تاعو هكاك باه يضربوا الهواء باه يشدلك لا فورم تاعك وما يروحلكش هذا النقش. الا كنتي مغصوبه تقدري تدخليه نيشان ماوش يروح بصح باه تعطيك نتيجه خير وخير. خليه في الهواء حتى ساعه ولا ساعتين. وفي الطياب تاعو لازم تشعلي له من تحت كي تشوفيه حمار ودا هذه التحميره الشابه تنحيه. تشعلي له من الفوق عفوا وتخليه يطيب لك مليح مليح. هذا الكاطو لازم يجي طيب مليح مليح، ما تخرجوش بيض ولا صفر، لازم يكون دوغي مايل للحموريه. وهذه نجيبو هكا نخرجو نيشان من الكوشه ونعسلو. هذه الحسيله راني خدمتها معكم، راني درتكم فيديو اللي خصها الحسيله للحلويات تاعها تقعد لكم عام ما يصرى لها والو وتخرج احسن من المشريه. جربوها ورجعوا لي الخبر. هنا خليته يتعسل اقل من 3 سوايع ما تنحيش من الحسيله تاعو هكا بيجيك القلب تاعو معسل. نحيته وزينته بهذو لي سوريز كونفيت. وتوما تزين يرجعكم تقدري تخليها سامبل، تقدري ديري لها حبه كاوكاو ترشقيها كي تكوني قبل ما طيبيها، تقدري ديري لها اون فلور كيما تبغوا. وهذه هي النتيجه تاع الحلوه تاعنا المعسله. بنه ضربه في البنه تجربوها، وكل ما تكون طايبه كل ما تكون فيها بنه شبه بزاف مع بنت السمن في الحلويات التقليديه تاعنا وتجي من برا كروستيونت ومن الداخل تذوب ذوبان والحشو تاعك معسل. هاني نقسم معكم هنا حبه باه تشوفوا النتيجه المبهره. شوفوا لي على ذاك التحسال الداخل، جربوها ماكمش حين تندموا. هذه الكاطو الا جربتوه ماكمش حين تستغنوا عليه في مناسباتكم وفي اعيادكم، وان شاء الله ربي يقوي عليكم الفرح. وهذه هي كانت وصفتنا تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وما تبخلوش. اختكم اون فلا بلي جام ولي كومونتير، واللي مشي ابوني دائما نقولها تفضلي انضمي للقناه تاعنا
لعائلة اختك فله، واللي ابوني نقول لك ترقبي وصفات العيد ان شاء الله، مازال الخير القدام. مع السلامة.